الشعري الشعبي المصري الخالص. اليوم كنت ابن حي بحري. حي بحري هذا الحي العريق اللي هو خالص في الشعبية وخالص في السكندرية، من قلب بحري، من منطقة السيالة. فهذا الراجل مش غريب ابدا ان يكون بهذه المصرية وبهذه الشعبية التي يعبر عنها. انت لما تشوف هنا ما بيقول اما احنا يا اسكندرانية طالعين جميعا شضالية، طبيعة الطين والمية متركبة تحت سماها. الاسكندراني اذا طافح يغلط ساعات ويروح ناطح، وارثها عن جده الفاتح سحل الملوك اللي حماها. الاسكندراني اذا اتحزلق جلنت لكن له مبدأ يغواه لحد ما يتزحلق، في نايبة عمره ما ينساها. الاسكندراني اذا اتحمس يفقد صوابه ويتطلمس لحد ما يروح متكربس في نقرة ابليس يخشاها، لكن يقوم يغسل وشه ويروح يجيب اللي يغشه في خلقته ويروح نفشه راسين يعيش نسخة بعاها. وانا اللي جيت من سيالة فيها العيال والرجالة شجعان ولكن بهبالة، يا ننتصر يا اكلناها. انا عايز اقول يعني شوف كلمة نكشة ومسخة والكلمات مصرية مصرية مصرية. والراجل لما اتنفى كان بيبكي ويتحسر على مصر. هو يمكن يعني لقب التونس دي ربما هو تونس طبعا يعني، انما هو تكاد تكون هو مجرد لقب دي، انما هو بيئته وحياته وتعبيرات وكلها بتعبر تعبيرا كاملا جدا عن البيئة المصرية. ومعلش وحضرتك شاعر ليك باع في الشعر العامي، تتفق معايا ان هو ابو الشعر الدجل والعامية في مصر، وكل من اتى بعده ربما يكون يعني عيال عليه. طريقته وتصويراته هو اللي عمل الدجل فن وخلاه شعر وخلاه كل اللي اتى بعده تأثر بيه بطريقة او باخرى. كان له قصيدة المجلس البلدي. هذه القصيدة يعني تصلح لكل زمان ومكان، يعني كانها قيلت بالامس او في ظل النظام السابق، يمكن في الثلاثينات مثلا او كده، لان اتكتبت في فترة كان المجلس البلدي او يعني نقدر نقول المحليات مثلا يطلق عليها الان. نعم يطلق عليها الان. فهو الراجل ليه اشعار كتيرة في موضوع الاصلاحات الاجتماعية. فقصيدة المجلس البلدي تنتمي من ضمن القصائد اللي هي كانت في مجال الاصلاحات ومجال نقد المجتمع. هي المجلس البلدي تتميز بانها قصيدة بالفصحى. يعني هو الراجل شاعر عامية ليه حاجات بالفصحى انما يمكن قليلة، لكن من ضمنها قصيدة المجلس البلدي رائعة جدا. انا كنت يقول لك ايه: وان جلست كجيبي لست اتركه خوف اللصوص وخوف المجلس البلدي، وما كسوت عيالي في الشتاء ولا في الصيف الا كسوت المجلس البلدي، كأن امي بل الله تربتها اوصت فقالت اخوك المجلس البلدي. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. الراجل ده يعني عنده قدر عالي قوي من السخرية، يستطيع انه يسخر من كل شيء. دي صفة تميز المصريين. يعني احنا نرجع تاني لمرجوعنا اللي هو ان الراجل مصري مصري مصري، وانا اصر على ذلك. نشوف وهو بيتكلم على هموم المصريين، اما ليه زجل العامل المصري يقول: ليه امشي حافي وانا منبت مراكبكم، لفرش عريان وانا منجد مراتبكم، ليه بيتي خربان وانا نجار دوالبكم، هي كده اسمتي الله يحاسبكم. رائع جدا.
تعال شوف يعني الجمال بقى المصري في التعبيرات الساخرة والتصوير بقى، التصوير الرائع بتاع بيرام التونسي. معلش الشعراء بيحكوا عشان يجيب هذه الصور. شوف بيقول له العيون، من العيون يا سلام سلم، شوف واتعلم، تحت البرائع تتكلم والدنيا نهار. عيون تقول لك قصدك ايه، بتبحلق ليه، مالكش شغل تعس عليه يا راجل يا حمار. وبعدين هو راجل ظريف، راجل ظريف وابن بلد، يعني تعبيرات ولاد البلد. يقول وعيون تسبل فوق الخد، دي جد بجد وعمرها ما تكلم حد. عيون احرار وعيون تحقق فيها بشوق، تهرب على فوق، بتقول لك ابعد عني بذوق، نظراتك نار. وعيون ما تعرف زعلانة او فرحانة، صباح مساء اهي سهتانة، صاحبة افكار. وعيون لها ضحكة في وشك بس بغشك، وتبص لك من تحت اليشمك تلقى المنقار. وعيون كده يبقوا مسهتين، صفر وبهتين بالشكل ده، عيون الخاينين تضرب بصفار. الكلام هذه هي البيئة المصرية. ولكن هنا انا بيمتعني الصورة، صورة العيون، وازاي اقسم العيون هذه الاقسام. ايه الطلاقة، وايه المفردات اللي بتواتيه، وايه الجمل، الكلمة بتجر الكلمة والجملة بتجر الجملة، مفيش افتعال. ومن شعبيات الشاعر الراحل بيرام التونسي والتي تغنت بها ام كلثوم. نستمع الى هذه الاغنيه ونستكمل حوارنا مع الشاعر والناقد الادبي دكتور خالد الموني حول شعبيات بيرام التونسي في حلقه الاسبوع المقبل. فالى اللقاء.